طيب في الفيديو ده احنا هنشوف ازاي ننقل كل الشتات اللي قدامنا ديت من الواتساب ده وننقلها لواتساب الايفون اللي هو الام بي. هنضغط على الاعدادات ونجيب اخر واحده وهنطلع لفوق خالص وهنجيب الشات، هنضغط عليها وبعد كده هتلاقي حاجه عندك اسمها النسخ الاحتياطي او الاستعاده. واحنا بعد ما ضغطنا على كلمه الشات هنطلع لفوق شويه هتلاقي حاجه اسمها شات بيك اب، هتضغط عليها عشان تعرف تاخد نسخه احتياطيه للشتات اللي موجوده عندك. هتلاقي عندك برضو كلمة اسمها بيك اب، هتضغط عليها وهتسيبه لغاية ما يحمل، وبعد ما يحمل هو كده خلاص خد نسخة احتياطية. وبعد ما خدنا نسخة احتياطية نطلع لبره خالص ونروح على مدير الملفات كده وهنطلع بره تدور على حاجة اسمها اندرويد. الملف اللي اسمه اندرويد ده هتلاقيه عندك، وبعد كده تخش عليها تلاقي حاجة اسمها ميديا، تضغط عليها تطلع لفوق وتشوف ملف الواتساب اللي عندك اسمه ايه. هتلاقي كوم دوت واتساب، هتضغط على كوم دوت واتساب ديت هيفتح لك ملف اسمه واتساب، هتاخد الملف كوبي وتخش على النسخة اللي انت عايز تنقل عليها الشتات، زي مثلا نسخة ام بي اللي هي بتاعة الايفون. هننقل الشتات اللي موجودة في الواتس ده لنسخة الام بي. هناخد الكلام ده كوبي زي ما انت شفت كده وهتروح جاي عامله بيست في قلب نسخة الام بي زي ما انت شايف، وتسيبه لغاية ما يخلص تحميل خالص. وبعد ما يخلص انت كده خلاص نقلت الملف ده. بعد كده تروح جاي طالع خالص ودايس على النسخة ديت واديها كل الصلاحيات والاذونات بتاعتها زي ما انت شايف كده. ده طبعا كل الاذونات اللي قدامك لازم تديها لها بحيث الملفات بتاعتها تقرا عندك في مدير الملفات وتقدر تنقل الشتات بكل سلاسه. احنا كده خلاص خلصنا، نطلع بره خالص وهنبدا نرجع تاني لمدير الملفات. تمام، ونشوف بقى في مدير الملفات هتلاقي كل الحاجات اتشالت. ليه؟ لان احنا عملنا حذف بيانات. هنرجع تاني نخش على ملف الواتساب ده اللي هو عندك نسخه الواتس اصلا، هتطلع لبره وهتاخد الملف ده كوبي، تضغط عليه ضغطه مطوله وتاخد الملف كله كوبي. ده عباره عن الشتات بتاعتك اصلا، وهتخش على كلمه كوم دوت ام بي واتساب اللي هو النسخه اللي انت اصلا هتنقل عليها الشتات، وهتعمل لصق للشتات اللي موجوده او لصق للملف اللي انت خدته، وهتسيب الملف يحمل خالص براحته. وبعد ما يخلص تحميل فانت كده طبعا هو دلوقتي بيعمل عمليه نقل لكل الملفات اللي موجوده عندك في الواتساب، كل الصور وكل الفويس نوت واي حاجه، حتى الستوريز بتاع الواتس هتلاقيها عندك موجوده برضه. فانت تسيبه لغايه ما يخلص تحميل خالص، وبعد كده هتلاقي الملف موجود قدامك هنا. كل اللي عليك اللي انت هتغير بس الاسم بتاعه، يعني انت هتلاقيه كوم دوت واتساب او هتلاقيه واتساب بس. فانت هتشيل كلمه واتساب ديت وتشوف انت هتنقل لانهي نسخه وهتبدا تشوف اسمها ايه. مثلا احنا هننقل نسخه ام بي اللي هي بتاعه الايفون، فاحنا هنخليها ام بي واتساب، يعني بدل كلمه واتساب هنضيف لها كلمه ام بي، لان احنا بننقل من الواتساب العادي او بننقل من الواتس اللي هو المتجر لنسخة الايفون. تمام، فاحنا بنشوف اسم نسخة الايفون علشان نبدأ نغير اسم الملف بتاعها. وبعد كده هتلاقي ان النسخة خلاص بدأت تشتغل معاك، وهتطلع بقى بره خالص وتسجل برقم تليفون. خلاص كده يعتبر الملفات قربت خلصت اصلا. يعني كل اللي عليك بقى تضغط ضغطة مطولة وتعمل حاجة اسمها اعادة تسمية اللي هو تغير اسم الملف. وبعد كده احنا قلنا ان احنا هننقل من نسخة الام بي، هتكتب اسم ام بي واتساب. تمام، وهتدوس على كلمة حسن. كده خلاص يعتبر غيرت الاسم بتاع الملف من بره بحيث ان هو يتماشى مع النسخه اللي انت هتغير لها. حلو الكلام. هتطلع بقى بره خالص وهتروح لنسخه الواتساب اللي انت عايز تنقلها اصلا. هتشوف بقى النسخه بتاعت الام بي ديت فين اهي، هتضغط عليها وهتبدا ان انت تسجل عليها برقم. طبعا الخطوات الجايه ديت مش محتاجه شرح، لان انت يا دوبك بس تسجل اسمك وتخش تكتب رقم تليفونك. طبعا انا هخفيه لان ده رقم البرايفت، فانت هتكتب الرقم بتاعك ايا يكن وتستنى الكود على ما يوصل لك وكده. فبعد ما الكود يوصل لك هتخش هتلاقي رمز التحقق هتنطلب منك، تروح جاي طالب برضو رمز التحقق ده وتروح جاي كاتبه لو انت عامله، يعني لو مش عامله فهيخش معاك عادي جدا. فانا خلاص انا كده خلصت الاتنين وكتبت الكود بتاعي وكتبت رمز التحقق بتاعي. جالك الخلفيه دي بقى ودي اهم حاجه، يقول لك استعاده ولا الغاء، قول له استعاده. وهو دلوقتي في الاخر خالص كده بيقول لك جاري استعاده الرسائل 39% وبعدين بقى 100%، وبعدين قال لك تم استعاده الرسائل، قول له التالي وهتلاقي كده خلاص هو جاب لك كل المسجات. وبكده فاحنا كده خلاص خلصنا. دوبك انت بتكتب اسمك وبعد كده بتدوس على كلمه التالي. بعد ما تخلص كتابه الاسم وتدوس على كلمه التالي تصبر لغايه ما النسخه تحمل معاك وتفتح. تمام، هي هتفتح معاك يعني بسرعه، مش هتاخد الوقت اللي انت شايفه قدامك ده، انا بس عشان النت عندي وحش وكده. فهي النسخه اول ما تفتح معاك هتلاقي كل الشتات اللي قدامك هي اللي كانت اصلا في نسخه المتجر اللي احنا كنا بنتكلم عليها اصلا في الاول. فبعد ما تفتح معاك هتلاقي كل الشتات اتنقلت. ولو انت حابب ان انت تنقل لأي نسخة تانية هتعمل نفس الطريقة وهتشوف النسخة الجديدة اسمها ايه، وهتغير الاسم بتاع الملف القديم لاسم النسخة الجديدة، وهتلاقي الدنيا اتظبطت معاك والنسخة اتفتحت بالمسجات. وزي ما انت شايف كده النسخة فتحت. هتقول له بقى تختار وضع الداكن ولا الفاتح. انت دلوقتي انا بكتب الرقم اللي هو الباسورد بتاع الرقم بتاعي،
هتقول له بقى طبعا الغي كل الكلام ده واقفل كل الحاجات دي. بص زي ما انت شايف هتلاقي كل الشتات اللي كانت اصلا في واتس المتجر اتنقلت اهيت في واتس الايفون. تمام، معنى كده ان كل الشتات اتنقلت. فانت كل اللي عليك ان انت تمشي بنفس الطريقه اللي انا مشيت بيها في الاول، وهترجع لك كل الشتات بتاعتك. ولو في اي حاجه مش واضحه معاك انت هتلاقيني سايب